أمام حضور جماهيري غفير ملأ جنبات الملعب البلدي بالناظور، انهزم الفريق المحلي هلال الناظور بملعبه أمام ضيفه قدس تازا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة الثامنة من منافسات بطولة القسم الأول هوت. المباراة انطلقت بحذر من الفريقين، لكن نادي قدس تازا كان السباق للتسجيل بعد أن تمكن أحد مهاجميه من مراوغة دفاع هلال الناظور ببراعة ليضع الكرة في الشباك، معلنا الهدف الأول لصالح فريقه. وحاول فريق هلال الناظور تعديل النتيجة عبر شن مجموعة من الهجمات على دفاع الخصم، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل. هذا وأضاع فريق هلال الناظور ضربة الجزاء في الدقيقة 30، وهي الدقيقة التي كان من الممكن أن يعود فيها الفريق إلى أجواء المقابلة، ليعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق قدس تازا ب2-0. في الشوط الثاني دخل لاعبو هلال الناظور بعزيمة أكبر، حيث فرضوا ضغطا مستمرا على مرمى قدس تازا بحثا عن تعديل النتيجة. جهود الفريق المحلي تكللت وأخيرا بالنجاح في منتصف الشوط الثاني، حيث تمكن الفريق من تسجيل هدف التعادل وسط فرحة الجماهير الحاضرة. وعكس مجريات اللقاء، تمكن فريق قدس تازا من تسجيل الهدف الثاني إثر هفوة دفاعية وتهاون من لاعبي هلال الناظور في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحرز الفريق على 3 نقاط كاملة، جعلته يرتقي إلى الرتبة 12 ب8 نقاط، بينما فريق هلال الناظور أصبح يحتل الرتبة 13 ب7 نقاط، وعلى بعد نقطة واحدة من مناطق النزول. وعليه فإن مسؤولي هلال الناظور سواء في المكتب المسير أو الأطر التقنية الصاهرة على تدريب الفريق عليها مراجعة الأوراق قبل فوات الأوان.